وهي سنة مؤكدة، فكل غلام مرتهن بعقيقته. تساءل حمزة في نفسه: مرتهن؟ ماذا يعني ذلك؟ أوضح المعلم أن العقيقة تفك رهان الطفل وتكون فدية له وحماية، تماما كما فدى الله إسماعيل عليه السلام بكبش عظيم. شعر حمزة برغبة شديدة في معرفة ما إذا كان قد ذبح عنه حين ولد. عاد حمزة إلى البيت وسأل والده عمر بفضول: يا أبي، هل ذبحت لي عقيقة عندما ولدت؟ صمت الأب قليلا ثم ابتسم بحنان وقال: يا بني، عندما ولدت كنا نمر بضيق مادي شديد، ولم أكن أملك ثمن العقيقة في ذلك الوقت. كنت أتمنى ذلك كثيرا لكنني لم أستطع. حزن حمزة قليلا، لكنه تذكر قول المعلم أن السنة لا تسقط بالتقادم، وأنه يمكن للمرء أن يعق عن نفسه إذا كبر، ولم يعق عنه والده. قرر حمزة أن يتصرف. أحضر كان فيها مدخراته من العيد ومصروفه اليومي لشهور طويلة. ذهب إلى والده وقال: أبي، لقد تعلمت أن العقيقة سنة نبوية عظيمة، وأنا أريد أن أفدي نفسي وأتبع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مدخراتي، هل تشتري كبشا؟ دمعت عين الأب عمر وقبل رأس ابنه قائلا: بارك الله فيك يا بني، سأكمل لك المبلغ ونفعل ذلك معا غدا. في اليوم التالي ذهب إلى المزرعة، واختار حمزة كبشا قويا وجميلا، وبعد الذبح وزعوا اللحم على الفقراء والجيران كما أمرنا الدين. شعر حمزة بسعادة لا توصف وهو يرى الفرحة في عيون الناس، وأحس بخفة في قلبه وكأن حملا قد انزاح عنه. لقد تعلم حمزة أن السنة النبوية ليست مجرد طقوس، بل هي وصل بالله وشكر على نعمة الحياة التي وهبنا إياها.